أعزائي، طبعا الفترة اللي فاتت كان في جدل كبير بعد ما باريس سان جيرمان كسب دوري الأبطال، والجدل دوت على البالون دور وكمان جايزة الجولدن بوي، وطبعا لامين يامال مرشح للجايزتين، وفي الجايزتين قدامه اتنين من لاعبين باريس، البالون دور عثمان ديمبلي والجولدن بوي ديزري دوي، أحد أفضل المواهب اللي موجودة في العالم حاليا، ده يعني بجانب لامين يامال، بل في ناس كمان بتقول عليه إنه أحرف من لامين يامال، يعني تفتكر الكلام ده حقيقي؟ فقلت بقى نحسم الجدل واجيب فيديو بيجمع فيه مهارات الاثنين ونشوف مع بعضينا مين الافضل. يعني عايزك بقى تنزل تكسر لي زر اللايك، التكسير ببلاش، يعني يا جماعه عايزين نوصل الفيديو لحد 1000 لايك. ما تنساش برضو ان الاشتراك ببلاش، شاكد عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا تعال نشوف مع بعض لامين يامال وديزري دوي. طبعا لامين يامال 17، ديزري دوي 19، فيعني الاثنين صغيرين والاعمار السنيه مش فرق كبير، فرق سنتين بالظبط. واحد واخد دوري ابطال اوروبا واخد ثلاثيه مع باريس، سواء دوري فرنسي وكاس. لامين يامال وحلقه ثلاثيه مع برشلونه بس ما خدش دوري الابطال، خد دوري وكاس وسوبر. طبعا ديزري دوي مرشح طبعا انه ياخد خماسيه السنه دي او سداسيه، الله اعلم. بس طبعا جميل جمال يا جدعان، يا جدعان صاحب ال 17 سنه، 17 سنه. طبعا لامين برضو مراوغاته مش متوقعه. اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر، لا 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 لا، مراوغاته مش متوقعه، فالموضوع صعب اصلا، ما تعرفش هياخدك على يمينك ولا شمالك ولا يحط ار2 ولا يعمل باص زي ده، فانت ما مش مقتنع ولا انا هقتنع بصراحه. العقليه بتاعت 17 لاعب ازاي؟ 17 سنه، عقليه لاعب 17 سنه جابها منين؟ لامين جمال 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 جمال. طبعا الكره مستحيله تتاخد من رجليه بسهوله، نفس الموضوع ديزري دوي. بس بصراحه لامين يامال فلته، موهبه العصر من وجهه نظري، موهبه العصر. اي نعم عقليته شويه بره الملعب بتصريحاته العبيطه ديت، بس مع الوقت اعتقد هينضج وهيتطور شويه من تصريحاته. بس لا، هو فرق وصنع موسم، عامل موسم رهيب مع برشلونه السنه دي. نعم بص المراوغات عامله ازاي، يا ساتر يا ساتر. هنا كنترول بالانهاء، كنترول بوش رجلك خفيف وبسن الجزمه، سن الجزمه دي محتاجه ناس صايعه، ناس تلعب كره حواري، كره شوارع من الاخر. انا قدام انتر ميلان، قدام اتلتيكو مدريد، يا ساتر على الكوبري، لا 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 لا، مرعب يا جدعان، مرعب. بص ما تسابش واحد لواحد، ما تسابش واحد لواحد ولا اتنين لواحد، وممكن اقول لك كمان ثلاثه لواحد مستحيل. بص البليسنج، بص البليسنج والار2 بيحطها بايديه. خلاص دي اهداف بقت ماركه لامين يامال. مش قادر افهم، ما شاء الله بجد عليه، ما شاء الله بجد، 17 سنه وبيحسسك ان الكره سهله جدا، الكره سهله قوي بجد. بس عامه الموضوع ده مش حقيقي خالص، الموضوع ده كده الكره صعبه عامه مش سهله. طبعا مرشح السنه دي برضه للبالون دور، بس اعتقد نسبه فوز عثمان ديمبلي اعلى منه من لامين يامال. ممكن كمان نسبه فوز رافينيا اعلى من لامين يامال. ممكن نفس الموضوع اقول شويه محمد صلاح او كيليان امبابي. هو بصراحة أداء فردي، عمل أداء فردي يمكن من أحسن في الموسم كله، هو ورافينيا، عثمان ديمبلي، لامين، مين تاني، امبابي، صلاح. جون عامل ازاي في نص نهائي دوري ابطال اوروبا قدام انتر ميلان. لا 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 لا. تعالى جوستو انت وكارلوس، انت واسمه ايه، توماس اسمه ايه، الله يهديه، اسمه ايه المكسح ده بتاع منتخب فرنسا، تورام، ماركوس تورام. ساتر يا دو ماركو، يا ساتر. تخيل دو ماركو مصنف من افضل اظهره في العالم و17 سنه بيهزقوا كده، صعبه بصراحه، صعبه. حتى الفارو كاريراس. طيب يا جدعان ما شاء الله بجد عليه، ما شاء الله بجد. ما بيهزرش والله، ما بيهزر على الجول. طبعا بقى عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات مين افضل من وجهه نظرك، لامين يامال ولا ديزري دوي. طبعا انت لغايه دلوقتي بتشوف لامين يامال، فهيجي لك ديزري دوي، فعايزك ايه
تعيش معايا اللحظه كده ونعيش الاجواء ونشوف. لامين يامال السنه دي متعه متعه بصراحه، متعه. الكره في رجليه متعه. بص على بيعمل ايه يا جدعان، بص بيعمل ايه يا جدعان، يا جدعان بص بيعمل ايه بجد والله. الموضوع مش سهل. يا ساتر على الكوبري، يا ساتر على الكوبري. لا لا ما شاء الله بجد عليه، يعني ما شاء الله بجد. بصراحة بالنسبة لي موهبة العصر، مش هنضحك عليه. طفرة طفرة. وعامة أقول لك على حاجة، ديزري دوي برضو طفرة. مش الكرة ما بتاخدش من رجليه بسهولة بسهولة، لا ما بتاخدش. دايما أقول لك على حاجة كمان، قراراته ناضجة برضو. قراراته صح، تلات أرباع كلها أغلبية القرارات صح. طبعا هو ديزري دوي مميز ان هو بيلعب في الثلاث اماكن، سواء مهاجم او جناح يمين او جناح شمال. ودي طبعا ميزه مش موجوده عند لامين يامال، مع كامل احترامي. ان يامال بيلعب بس جناح يمين، هو بيقدر يلعب في الثلاثه عادي، مهاجم تحت المهاجم، جناح يمين، جناح شمال، اربع اماكن لو عايز تلعب عادي هيدي لك فيهم بنسبه 100%. طبعا ممكن ديزري دوي شبيه شويه لكيليان امبابي مثلا، بس كيليان امبابي مرعب يا جدعان، مرعب بصراحه، امبابي مرعب. حتى باركولا حلو عامة، يعني باركولا صغير بس لعيب. سيدوي بص البليسنج الار 2 لو على البليسنج، لو على البليسنج وهو بيقع، متخيل بيحط بليسنج زي ديت وهو بيقع، ما بالك لو هو واقف صح هيحطها ازاي؟ قدام السيتي مانويل اكانجي. لا لا فردياته عالية قوي قوي. كان احسن حاجة برضه في زيزي دوي ان هو مش اناني، يعني بيلعب جماعي كتير قدام لويس كيلي. كنترول غدار نيمار. يا ساتر على الكنترول، يا ساتر يا ساتر. لا 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 لا. طب برضه الكرة ما بتبعدش عن رجليه كتير، بحيث انك تيجي تمد رجليك شكرا تلاقي نفسك اترقصت. لا لا مرعب دول يا جدعان، برضه مرعب. اه ديزني دول لعيب لعيب. بس أنا هقول لك بالنسبه لي، يعني الموضوع بالنسبه لي انا لامين يامال بصراحه. دول كويس قوي ما شاء الله بجد عليه، وطفره هو كمان. بس انا ما شفتش حد زي لامين يامال في السن ده، في ال 17 سنه. السنتين من عمرك عامه بيفرقوا جدا معاك في الملعب، سواء نضج، قرارات، حاجات كتير قوي بتفرق معاك عامه. عشان بس لازم تكون فاهم دي. 19 سنه برضه هو مش فاهم، 19 سنه لسه بيلعب ناشئين عامه. انا عايز اقول لك دي، في حته انك توصل للنضج والوعي ده في سن صغير، دي حالات بتبقى استثنائيه شويه، مش حالات دايما صح. وجايز الحاجات دي عامه قدام تاثر على عمرهم في الملعب عامه. دي حاجات برضو من وجهه نظري. هقول لك مثلا اللاعب لما يبدا 17 سنه 18 19، ممكن لما ياخد بطولات كتير يحصل له حاله من التشبع، من تشبع بطولات، حاله اصابات مثلا تجي له وتبطله شويه، خلاص زهق مثلا. اوقات بيجي وقت اللاعبين خلاص انا زهقت عايز اوقف، حتى ممكن يجي على 30 شكرا، يقول لك انا مش قادر او مش عايز العب تاني، عملت الفلوس اللي عايزها، خدت البطولات اللي عايزها، فشكرا. طبعا هي على قد ما هي ميزه برضه لها عيب. ديزري دوي انسى انسى انك تاخدها من رجليه بسهوله، ما تاخدش من رجليه بسهوله. طبعا هنا الاسيست في نص النهائي، في النهائي قصدي، اسيست زي دوت ما يعملوش غير واحد حريف كوره قوي، واحد ناضج قوي، ياخد مكان يبقى تمركزه في المكان ده
دايما اول قرار هيجي لاي لاعب يشوط على الجون على طول. لا بس قرار ذكي منه في الباص، ذكي قوي. هو لعيب هادي قوي بالكوره، هادي. عشان كده بقول لك معظم قراراته صح في الملعب. لعيب ديزري دو بصراحه. ممكن بس ينقصه شويه ان هو مش ايجابي على الجون زي لامين يامال. يعني لامين يامال بالنسبه لي لعيب اجريسيف اكتر على الجون، لعيب حاد شرس على الجون. طبعا في النهايه جايب هدفين وعامل اسيست، فمش محتاج حاجه تاني ديزري دو. خلاص خلص الفيديو. مين افضل من وجهة نظرك؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. بس باين. سلام عليكم.